السلام عليكم. لو جيت وقلت لك ان انت عايش في لعبه، واللعبه دي زيها زي اي لعبه لعبتها على الموبايل او على البلاي ستيشن، عباره عن مهام وميشنز، وكل ما تخلص ميشن من الميشنز اللي عندك بتفتح ميشن جديده. الميشنز ما بتخلص، وكل ما بتعلى في الميشنز وبتخلص ميشنز اكتر، كل ما التقييم بتاعك في اللعبه بيعلى والريت بتاعك بيبقى اعلى، ويبقى عندك نجوم اكتر وفلوس اكتر. الكلام اللي انا بقوله لك ده مش كلام غريب، الكلام ده في واحد عمل نظرية عنه وأنا هكلمك عنها في الفيديو ده. نظرية اسمها هرم ماسلو. ماسلو ده جه قال لك إن البني آدم عبارة عن احتياجات، وهو بيجي الدنيا دي هدفه الأساسي إن هو يلبي احتياجاته دي، وراح راسم هرم وقسم الهرم ده 5 مراحل. كل ما بتعلى في المراحل كل ما الليفل بيصعب لحد ما بتوصل لقمة الهرم، بتوصل لأعلى هدف واعلى احتياج. خلينا نبدا بالمرحله الاولى. المرحله الاولى وهو الاحتياج الفسيولوجي، الاحتياجات اللي البني ادم بيحتاجها فسيولوجيا، زي اكله زي شربه زي حته ينام فيها. وطبعا الموضوع ده انت لو حبيت تطبقه هتلاقيه مرحله الطفوله، ان انت وانت طفل لا بيبقى همك ان انت تنجح في شغل، او ان انت تشتغل، او ان انت يبقى عندك صحاب، او ان انت يبقى عندك عيله، او ان انت تبقى منتمي لاي حاجه. انت كل اللي يهمك تاكل وتلعب وتنام في مكان. قدرت ان احنا نحقق الاحتياجات دي، هنخش على المرحله الثانيه وهي مرحله الامان. خلاص مليت بطنك وطلعت كل طاقتك في اللعب ونمت، عايز بقى توصل لمرحله الامان. مرحله الامان دي اللي هي تبقى موجوده في امان مادي، ان انت عارف ان انت تقدر تجيب اكل بكره وبعده وبعده. امان في مكان، ان انت هتبقى نايم في نفس المكان ده النهارده وبكره وبعده، وان انت عندك مكان اساسا تنام فيه وانت متاكد ان المكان ده هيفضل موجود. ان انت يبقى معاك فلوس، ان انت تنجح، ان انت تبقى مرتاح ماديا قادر تغطي مصاريفك، مصاريف الناس اللي حواليك، مسؤولياتك. نخش على ثالث مرحله في الهرم وهي مرحله العلاقات او مرحله الانتماء. انت دلوقتي لو ان شاء الله نجحت وعملت فلوس كتيره، الفلوس دي مش هيبقى لها اي قيمه لو مفيش ناس حواليك انت بتشارك معاهم النجاح ده، وانت بتشارك معاهم الفلوس دي، او ايا كان نوع الامان اللي انت حققته في المرحله الثانيه. لو ما عندكش حد تشاركه معاه في المرحله الثالثه هتحس بفراغ كبير جدا. خش على المرحله الرابعه وهي مرحله تقدير الذات، تقدير النفس، وهي ان انت تبقى قادر تحب نفسك وتبقى قادر تدي نفسك التقدير اللي انت شايف ان انت محتاجه لنفسك. يعني انت مثلا في العلاقات انت عرفت ناس كتير، لو لقيت ان الناس مش بتديك التقدير اللي انت محتاجه، ده هيظهر عندك في حته تقدير الذات، هتبدا تدور على شلل تاني او معارف تاني. لو انت في مكان، في وظيفه، في بلد، في ايا كان المكان اللي انت فيه مش حاسس بالتقدير اللي انت فيه، هتبدا تدور على مكان جديد، وظيفه جديده. تبدا دايما تسعى ان انت تاخد التقدير اللي انت شايف ان انت تستحق. وده يوصلنا للنقطه الاخيره وهي ان انت تحقق ذات. يقول لك ان تحقيق الذات ده بيظهر جدا في حالات النجاح العنيفه، زي ايلون ماسك، زي ستيف جوبز، زي بيل جيتس. ايا كان الشخص اللي نجح جدا ده بيبدا يدور على ذاته براها. يعني يبدا يدور على ذاته في ان هو يعمل خير كتير، يبدا يساعد الناس، يبدا يتبرع بمبالغ كتيره، يبدا يحس بوجوده في حياته، ويبدا يحس بقيمته مش بالحاجه اللي عنده، بالحاجه اللي براه. وهو بيقول لك بقى ان قمه الهرم اللي هي ان انت تبدا تدي للي حواليك، هي دي اسمى هدف في الحياه. انا اقدر ازاي استفاد من هرم مسلو؟ انا شايف ان اكبر استفاده ممكن الواحد يستفادها من هرم مسلو وهي ان هو يقدر يحدد هو في انهي مرحله في الهرم. هل هو لسه بيدور على مجرد ان هو يملى بطنه وياكل او ينام في مكان، او مجرد ان هو بيملى احتياجاته الفسيولوجيه، ولا هو ملى احتياجاته الفسيولوجيه خلاص وابتدى يدور على احتياجات الامان والحب والعلاقات، ولا ابتدى يدور على ان هو يدور على ذاته؟ تبدا تحدد مكانك عشان تقدر تشوف ايه الخطوه الجايه اللي انت ممكن تتحرك فيها. وكمان الفايده الاكبر من هرم مسلم اللي انا شايفها فعلا فعلا هيقدر الواحد يستفاد منها كتير، هي ان انت تفهم دوافع الشخص اللي قدامك، الشخص اللي انت بتتعامل معاه. قرارات اللي الشخص اللي قدامك او الشخص اللي انت بتتعامل معاه في شغلك او في صحابك او في عيلتك، ليه بيعمل كده؟ ليه بيتكلم كده؟ ليه بياخد القرار ده في شغله؟ ليه قرر ان هو يهاجر
يقرر ان هو يسيب شغله، يقرر ان هو يتجوز. كل ما انت قدرت تفهم دوافع الشخص اللي انت بتتعامل معاه، كل ما التعامل بينكم بقى اسهل، يعني بقى في بينكم تفاهم اعلى ايا كان الشخص ده مين في حياتك. بس انا عندي نقطه صغيره، توفيق الالهي الموجود في الدنيا. ممكن توفيق ربنا ان انت تفضل تشتغل سنين كتيره جدا عشان مثلا تحقق الامان الفسيولوجي، ان انت تبقى قادر تاكل، تاكل نفسك وتنام في مكان كويس، تجيب شقه، تعمل، تسوي. فتفضل تشتغل نفسك، مبهدل نفسك سنين كتيره جدا، ويحصل التوفيق الالهي تنط ثلاث اربع مراحل في الهرم. ربنا لو فتح لواحد من بركه في حاجه او من رزق في حاجه، يعني يا بخته ويا هناه. مستني اعرف رايكم عن هرم مسلو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.